عليك. رؤوف، ناخذ رايك في اذا في حوض المنتخب في روسيا 2018 مادام كان معنا المدرب الوطني. والله على حسب رايي انا الخاص وباقي متمسك بنفس الراي. مجموعه صعبه يعني بكل ما في الكلمه والمعنى. يعني اليوم انت تقارع انجلترا في الافتتاح وعلى طول بعدها بلجيكا، وانت تعرف النجوم الانجليزيه الان والنجوم البلجيكيه يعني قامات كبيره برشا. احنا متفائلين. انا قلت لهم في بنما في نفس التوقيت وقت اللي احنا خرجت لنا بنما فرحنا في تونس، بنما فرحوا كي خرجت لهم تونس. يعني باش تفهم انه لما يسقط الولايات المتحده الامريكيه ما تلعبش مونديال بفعل بنما، ما تنجمش تقول انه تونس في مجموعه نقدروا نعملوا. نتمنى طبعا وديما الامل موجود، لما لا نحدث مفاجات، لكن الكره ما فيهاش منطق. لكن النجوم اللي نشوفوا فيها الان بلجيكا، انا واحد من الناس وهنقولها لكم على المدى، يعني احد ابرز المترانين للفوز بالمونديال. يعني ما فهمش عندهم 20 لاعب طراز عالمي. نتمنى انه الكابتن نبيل الاطار الفني وكل اللاعبين يكونوا حاضرين في ملحمه انا نسميها بالفعل مباراه انجلترا ومباراه بلجيكا، ملحمه ان شاء الله نخرجوا منها بسلام. وكوليبالي في 30 ثانيه. انا ضد تجنيس كوليبالي، يعني ليس في حاجه المنتخب لخدمات كوليبالي. هو كلاعب ولا كمنتخب؟ لا نحكي هو يعني مش فيها. انا نحكي كلاعب، مواصفات لاعب ارتكاز، بالرغم ان يحدث اكثر عليه الحديث سنتينير. المنتخب مشكلته مش في السنتينير. انا نعطيك اكزامبل، لو كان جبنا سخيري مثلا من مونبولي اليوم، شنو يكون موقف كوليبالي مثلا؟ واثنين اعطي ابعد من ذلك. اليوم المنتخب في حاجه العمود فقري من غير كوليبالي. على كوليبالي وقت اللي كان يلعب في الاتحاد المونستيري ما التفت له حتى واحد، كي جا الترجي ما التفت له حد، مشى في نطاق الاعاره الملعب التونسي، بعد رجع للترجي. اللاعب من الاول اما يعطيك الاضافه. لما جبنا سانتوس جبناه راهو عمل اضافه كبيره في المنتخب. كوليبالي في نفس المركز موجوده عندنا تبارك الله عدد اللاعبين. واضح. اذا بعد الاخبار ما زلتوا معنا وما زلنا مع ضيفنا رؤوف خليفه تستنونا في عدد تقارير وعدد تدخل.